السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أنا اليوم حاعمل لكم طبيخ بامية. طيب، قطعت بصلتين كبار هنا. طيب، هقلبهم. خلي يدك طوال في التقليب عشان ما يتحرق منك البصل، لأنه الزيت حار. الزيت بعد ما حطينا له البصل بقى شوية أقل، يعني من الحرارة بتاعته قلت شوية، لكن طبعا بعد شوية تاني حرارته بتزيد. يلا بعد ده بس هأضيف اللحمة. زي ما شايفين اللحمة جميلة جدا، لون أحمر شديد. طيب هضيفها زي ما شايفين دي الكمية. طيب هقلبها عشان تاخد من كل البصل والزيت. زي ما شايفين قدامكم هنا ما شاء الله اللحمة نكتت خلاص. بس باقيني حطيت لها بهارات، حطيت لها توم، البهارات اللي هي فلفل أسود وكزبرة وقرفة وهبهان، كلهم مسحونين يعني بودرة، شكل بودرة. طيب هنا ده عندي البامية هنا، بامية خضراء زي ما مكتوب، هي مفرزنة فروزن يعني. أنا بحب البامية الفروزن لأنه عادة البامية الفريش بتكون طويلة، ومرات بتلقى فيها يعني واحدة شايخة اللي هي ما بتتقطع نهائي. طيب هفتحها وأحطها في الحلة. اللحمة نقدر بدون ما أحط لها أي موية. دي برضو اللحمة لما نعملها لحمة مقلبة يعني، بحط البصل وأحط اللحمة والزيت وأقفلها عشان تنجض مع البخار بتاعها. بس عندي أنا البامية زي ما شايفينها ما شاء الله خضري شديد. يلا هاخدها زي ما شايفين، حطيتها في الحلة أقلبها. أنا النار عاملاها بسيطة شديد عشان ما تتحرق. ممكن في الخطوة دي ممكن احط لك شوية موية دافية حارة من الكتل. اي طبيخ تعملوه يا جماعة ما تضيفوا له موية باردة. الموية باردة بتطول المسافة تحت النضوج يعني. فانا هسي هاخد لي موية حارة شديد من الكتل. زي ما شايفين هنا الكتل هزيد موية حارة مغلية شديد، درجة الغليان زي نص كوباية كده. حطيت لها الصلصة برضو جبال هش بس. خليت خليت النار هادئة شديد، خليت النار هادئة شديد عشان
البامية طنجت معي بسرعة. البامية أصلا بتنجز سريع يعني. عملت هنا سلطة خضراء اللي هي فيها طماطم وخيار وبنجة، اللي هو برضو بيسموه شمندر، وبصل أخضر صغير، يلا، وخدت لها توم وملح. جميلة جدا يعني. ممكن أذوق أنا منها حسي. جميل جدا، وفيها ألوان زي ما شايفين هنا، ألوان كثيرة بتفتح النفس يعني، الواحد بياكلها بمزاج. رايكم شنو في الحلة المظبطة دي؟ ما شاء الله تبارك الله. زي ما شايفين، سامعين الصوت وسامعين، شايفين البقبقة تحت الزيت مع مع اللحمة مع البامية. يعني طلعت ما شاء الله خرافية، ريحتها حلوة شديد. الواحد لما ما شاء الله يعني اتقن الحاجة، النتيجة بتكون جميلة جدا. بس انتوا تعملوها نفس الحاجة، نفس الخطوات اللي انا عملتها بيها. طيب ده عيش باكستاني. طيب أكلنا منه شوية لأنه حار شديد. طيب طيب زي ما شايفيننا هنا، بنقول عليه روتي. بيعملوه في الأفران. الفرن كده بيكون كبير، وتحت تحت بيكون الحطب يعني، أو النار يعني بتكون تحت. يلا بيعملوه، بيطبطبوه كده ويعملوه ويلصقوه في الجدران يعني، في الحيط بتاعت الفرن ده يعني. شايفينه وبيجاي حكاية جميلة جدا، خفيف شديد زي ما شايفين، خفيف يعني، خفيف خالص، وحار جدا، حار من ناره زي ما بقولوا. طيب ده حناكله مع السلطة هنا. طيب زي ما شايفين قدامنا، أنا هقدم الأكل. دي البامية ما شاء الله حكاية رهيبة جدا، ودي الروتي، ودي السلطة الخضراء. ده الغدا بتاعنا الليلة. أرجو إنه ينال إعجابكم، و دايرة لي تعليقات جميلة ومهمة وهادفة. بعدين لو أول مرة تشوفوا قناتي، أرجو الاشتراك، واعملوا لي شير إن شاء الله عشان تشوفوا مني كل جديد إن شاء الله. في الختام أتمنى لكم كل سعادة وهنا وراحة بال، والله يحفظ السودان والسودانيين من الغاشمين من المرتزقة. ودمتم في رعاية الله.